رمضان يا رمضان، رمضان جاء بأجمل النفحات، خير الشهور وأجمل الأوقات. سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. جيتكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح نديروا مع بعض تحلية الفواكه مع الفلان. راح نديرها لكم بلمساتي، راح تجيكم خفيفة بنينة من اروع ما يكون. بدون اطالات تفضلوا معايا نبداو في مقادير وطريقة التحضير. بسم الله. واش عندنا هنا؟ عندي فواكه مشكلة، نديرو يعني حبيبات من كل نوع ولا حبة حبة، نقطعهم قطع صغيرة. هنا قطعت الفراولة، من بعد نقطع في البرتقال تشينا، نزيد نقطع البنان والتفاح. البنان والتفاح ندير لهم 10 تاع القارص، من بعد نخلط كلش. صوت التهجد والقيام يشدنا، وتلاوة القرآن بالعبرات. زدت شوية كيوي هنا على جل الألوان برك. من بعد جبت ليفيان ديالي، ندير ملعقة مليحة في كل يعني في كل كاس كطبقة أولى. بعد ما كملت عمرت ليفيان ديالي، درنا طبقة أولى تاع الفواكه. هنا جبت هذا المول سيليكون نصف دائرة، نزيد نعمره هو أيضا بالفواكه. نكمل نعمره ونخليهم على جنب. هنايا في كسرونة درت حوالي ربع كاس تاع عصير الليمون وزوج كيسان تاع الماء. نخلطهم ونقسم هذا الخليط، نقسمه على 2، نخليه كاس وشويه، خليته على جنب. وهذا اللي قاعد لي وزنته مدلي 260 غرام. راح نضيف له 2 معالق كبار تاع السكر و28 غرام تاع جيلاتين. نخلط مليح، من بعد نديه فوق الفرن ونخلطوه هكذا حتى يذوب لنا السكر مع جيلاتين ويسخن مليح. من بعد نحوه من فوق الفرن. هاوليك هنايا نجيبو صفاية ونعمرو المول ديالنا. نعمروه بهذه الطريقة، يعني لازم نصفيو الخليط ديالنا. نكمل نعمر المول ديالي كاع. بعد ما كملت عمرت المول ديالي نديه نحطو داخل الثلاجة. الخليط اللي قاعد لي نخبيه، نحتاجو في وصفة واحدة اخرى. هنا في كسرونة نجيبو الخليط اللي قاعد لنا تاع عصير الليمون والماء اللي هو كاس وربع، نحطو في كسرونة، نضيف له علبة تاع فلون دوق الليمون، نخلط مليح. هاد التحلية هذه راح تجيكم مزيج بين سلطة الفواكه مع الفلون. راح نديروها خفيفة، ما راحش نستعملو كاع المايزينا. هنايا كملت بعد ما خلطته وديته فوق الفرن، غلا غلية وحدة ونحيته. هنا نجي نفرغوه فوق الفواكه اللي درناهم ونديروه كطبقة ثانية. بعد ما درنا الفواكه زدنا هاد الخليط تاع الفلون دوق الليمون. هنا كملت 2 واحد اخرين، يعني خرج لي 8. وندير نحطو داخل الثلاجة حتى يتماسك شوية. هنا في كسرونة درت نصف لتر تاع الحليب، ونديرو حوالي 3 مغارف كبار تاع الفلون دوق الفانيليا. هنا ما نستعملش انا السكر، يعني الحلاوة اللي في الفلون تكفي. كاين اللي يزيد السكر، انا ما نحبش نزيد. من بعد ديتو فوق الفرن ونخلط حتى يتغلى. هنايا نحاول نبردو شويه، وهذيك الطبقه الاولى راح تمسك لنا غير شويه، يعني تجينا طبقه خفيفه. نفرغوه بهذه الطريقه هذه.
لازم نبردو هاد الفلون شويه باش ما يتخلطناش مع الطبقات اللي درناهم من تحت. نفرغ بهذه الطريقه هذه، نخلوه يبرد شويه فوق طاوله العمل وندوه داخل الثلاجه نخلوه حتى يتماسك مليح. انا هنايا ما خليتوش تماسك مليح باش نكمل معكم الفيديو. جيت ديموليت الفواكه اللي درتهم بالجيلاتين ونحطهم هكذا في الوسط. نكمل نديمولي كاع الفواكه ديالي اللي في المول سيليكون، نديموليو بهذه الطريقه هذه، يعني نجبدو منه من باش نطلعو ونقلبو الحبه. نكمل نديكوريهم كاع ونشوفهم ان شاء الله في صحن تقديم. يا رب فارحمنا ويسر امرنا، اصبغ علينا الخير والبركات، سلم لنا رمضان ربي. وهذه التحليه ديالنا في شكلها النهائي كلمسه اخيره. درت مبشور ليمون راح يمد لنا منظر شباب. هو في الحقيقه راهم ديكوري بالنصف دائره هذه اللي درناها بالجيلاتين والفواكه الداخل، يجينا منظر بزاف شباب. وهم لك الطبقات. هذه التحليه راح تجينا خفيفه بزاف كما قلنا في الاول، مزيج بين سلطه الفواكه مع الفلون بدون مايزينا ولا نشاء الذره. ان شاء الله تنال اعجابكم بعد تشوفوا القوام ديالها. وكانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها، تشاركوني تطبيقاتكم. اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك فيها ويفعل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد. نقول لكم تهلاو في روحتكم والى وصفه اخرى ان شاء الله. ودائما ما نساوش خاوتنا في غزه بالدعاء، ربي يفرج عليهم ان شاء الله. سلام. بتلاوة القرآن والصلوات، بشرى لكل الصائمين ثوابهم، متنعمين بروضة الجنات. رمضان جاء بأجمل النفحات، خير الشهور وأجمل الأوقات.